تجردينها من ملابسها كلها وتطلبين من عندها امور مو صحيحه وتهدديها. انت مجردتها من ملابسها، تهدديها انه تصيحي لها احد افراد الامن البرة، تقولي لها اخليه يطب ويفتشك. هذا من راح يطب شلون يفتشها؟ بيا طريقه بعد وانت منزعتها وموقفتها قدامك، ما مخليه شيء يستر جسمها. من راح يطب شلون راح يفتشها؟ شو يسوي لها؟ زين هي مو اسمها التربيه والتعليم؟ شو التربيه انشالت تحطت على صفحه والتعليم هم خرب. طبعا مع احترامي للتربويين اللي فعلا هم تربويين، واريد اشوف من راح يسمعون هذا المقطع هذا الشيء اللي صار هم يقبلون به. جيت اني من انطرح الموضوع علي ناشدت وتواصلت ويا دكتور احمد خرباط، تواصلت وياه، اتصلت عليه، كان يقول لي دزي لي بصمه. دزيت له بصمات البارحه ودزيت له نتيجه البنيه، لانه النتائج من اجت جايه نتيجه البنيه جايه غش 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 غير مؤهل. استاذ احمد يابا هذا الموضوع دزيت بصمات ماكو